قبل ما ابدأ الفيلم طالب منكم انكم تصلوا على النبي، ولو كنت اول مرة تتابعني تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، ويا ريت لو عجبك الملخص تحط لايك، ولو عندك اقتراح لأي فيلم عايز تشوف تلخيصه اكتبه في كومنت. بيبدأ الفيلم في جريدة جوه مدينة مومباي، وبيكون صاحب الشركة عامل اجتماع علشان يناقش في الأرباح، وبيقول لشارما رئيس التحرير ان الجريدة ما عادتش بتدخل ارباح زي الاول، وشارما بيحاول ان هو يثبت له ان هو مش مقصر في شغله وان المنافسة بقت شديدة، وصاحب الجريدة بيقول له انا ماليش دعوة بالكلام ده، وما يهمنيش انت هتكتب ايه وعن مين، ولا حتى هيفرق معايا الكلام اللي هيتنشر في الجريدة اذا كان حقيقي ولا كذب، واهم حاجة عندي هي الفلوس. بعدها بنشوف واحدة اسمها باشنا، وباشنا دي كانت صحفية من الصحفيين اللي شغالين في الجريدة دي، وبتسمع ان هم يرفضوا كام موظف من الشركة، وبتروح لشارما علشان تعرف اسمها في وسطهم ولا لا، وشارما بيقول لها كل الكلام اللي قاله صاحب الجريدة، وبيعرفها ان هي لو ما اشتغلتش كويس وجابت ارباح كتير للشركة هيفصلها من الشغل، وباشنا بتقعد تفكر في الموضوع اللي هتكتبه، وما كانش قدامها غير انها تفبرك حوار علشان تقلب بيه الرأي العام، وبتكتب ان في شاب قرر يحارب الفساد، وان في يوم 26 هينتحر، وده اعتراضا على الفساد اللي هو شايفه في البلد، وبتكتب ان هو اسمه ازاد، واصلا ما كانش في حد اسمه ازاد ولا اللي كتبته ده حقيقي. وفي يوم واحد بتبقى قضية رأي عام وبيوصل الخبر لوزير الداخلية، وشارما بيروح لباشنا وهو مرعوب من اللي حصل، وطبعا أول سؤال بيسأله مين أزاد ده، وكانت الصدمة ليه لما قالت له إن مفيش حد اسمه أزاد أصلا، وإن الكلام ده كله مش حقيقي، وإن كتبت أي حوار زي ما أنت قلت لي علشان أدخل منه أرباح للشركة. وعلى طول بيروحوا لصاحب الجريدة علشان يحلوا المشكلة دي، وبيعرفوا إن هم هيروحوا في داهية لو حد عرف إن هم بيكذبوا، وإنهم لازم يشوفوا حل للمشكلة دي في أسرع وقت. وباشنا بتقترح حلهم وبتقول لهم إحنا ممكن نكسب دهب من ورا أزاد ده حتى لو مفيش أزاد أصلا، وممكن نكتب أي حاجة إحنا عايزينها زي السرقة والنهب اللي بيحصل في البلد، والإهمال في المستشفيات والطرق والكباري، وكمان ممكن نتكلم على الشخصيات الكبيرة اللي سرقة البلد. وصاحب الجريدة بيعرفها إن المسؤولية هتكون عليهم كبيرة، وإن الناس كلها هتعوز تعرف مين أزاد ده، وباشنا بتطمنه وبتقول له يسيب الموضوع ده عليها، وإنها هتعمل قصة كاملة لحياة أزاد ده، وهقول إن هو شاب هندي أبوه وأمه ماتوا في المظاهرات زمان، وإنه اتعرض للظلم وظهر علشان يحارب الفساد. وصاحب الجريدة بيوافق على الفكرة اللي هي قالتها، وأول حاجة بيهاجموها هي مصانع السكر، والدنيا بتتقلب عليه، ورامي اللي هو المدير بيتضايق جدا، وعلى طول بيشكوا إن أزاد ده شخصية مش موجودة. وفجأة الناس بتعمل مظاهرات قدام الجريدة، وبيفضلوا يهتفوا إن الجريدة دي بتنشر أخبار كذب، وإنها بتخدع الناس وما بتقولش الحقيقة، وبيقولوا لهم لو فعلا أزاد ده شخص حقيقي هاتوه هنا قدامنا علشان نشوفه. وباشنا ما بيكونش قدامها غير إنها تشوف أي حد يقوم بدور أزاد ويقف قدام الناس ويعرفهم إن هو أزاد فعلا. وفي الوقت ده بيكون في 2 هربانين في قطر البضايع، وبينزلوا وبيدخلوا المدينة، ومن شدة البرد كانوا عايزين أي مكان يناموا فيه، وواحد منهم كسر إزاز محله تجاري قدام الشرطي، وده علشان يقبض عليه ويدخله الحجز وينام هناك. والتاني بيفضل ماشي في المدينة وما كانش عارف رايح فين، وبيلاقي قدامه ناس مولعين نار وبيتدفوا، وطبعا بيروح يقعد في وسطهم علشان يتدفى معاهم. وتاني يوم بيعدي بالصدفة قدام الجريدة، وباشنا بتكون واقفة وبتشوفه، ولما بتشوفه وهو بيوطي يجيب تفاحة من على الأرض بتعرف إن هو فقير وعدمان وممكن يشتغل أي حاجة، وعلى طول بتروح علشان تتعرف عليه، وبتعرف منه إن هو مش من المدينة وإنه جاي هنا علشان يدور على شغل، وبتعرفه إن هي بتشتغل في جريدة كبيرة وممكن تشوف له شغل معاها، وبتدخله جوه الشركة وبتفضل تأكل فيه، وبتعرف إن هو هيشتغل معاهم وهتديله مبلغ كويس لو سمع كل اللي هي بتقوله عليه. وابتدت تقوله على كل اللي حصل، وقالت له انت من النهارده هيبقى اسمك أزاد، وكل اللي مطلوب منك تعمله انك تعمل اللي احنا هنقولك عليه. وطبعا بيوافق على طول لانه ما كانش لاقي اي شغل، وبيقابل صاحبه موني اللي كان معاه لما نزلوا من القطر وحكى له على كل اللي حصل. ولما مون بيحذره من الشغل ده، أزاد قال له انا مش فارق اي حاجه معايا دلوقتي غير ان اكل وانام على فرشه نظيفه. وطبعا الداخليه بتكون قاعده ومستنيه اليوم ده، واول لما أزاد ظهر فعلا امروا قوات الشرطه ان هم يروحوا ويقبضوا عليه، والمسؤول بيعرفوا ان هم مش هيقدروا يقبضوا عليه قبل الخطاب، وانهم هيسيبوه يخلص كلامه وبعد كده هيقبضوا عليه. وبيطلع أزاد وبيلاقي نفسه واقف قدام البلد كلها، ومن خوفه نسي الكلام اللي عرفوه يقوله، وبيبتدي يتكلم على اللي هو حسه في البلد، وبيعرفهم ان هو واحد فقير زيهم، وان اهم حاجه عنده ما يكونش في ظلم ولا فساد في البلد دي، والناس بتثق فيه وبتحييه. وفجاه أزاد بيبقى بطل شعبي، ولما صاحب الجريده بيعرف ان الارباح زادت بسبب أزاد بيطلب منهم انهم يخلوه معاهم على طول، وبيتفاجئوا لما بيلاقوا أزاد بيلم شنطته علشان يمشي، لانه كان خايف يكمل في السكه دي ويتقبض عليه، وكان مفكر ان هو بعد ما قال كلام من دماغه انهم هيمشوه. لكن باشنا بتعرفه ان هي معجبه بكل الكلام اللي قاله، وان الناس كلها دلوقتي بتحبك وعايزاك تتكلم بلسانهم. وقبل ما يمشي بيلاقي ناس لسه واقفين وعايزين يتكلموا معاه، وبيعرفوا ان هم كانوا بيشتغلوا في مصنع السكر، وانهم اترفدوا منه من غير ما يعملوا اي حاجه، وبيترجوا ان هو يتكلم عنهم ويساعدهم. وبيقابل غيرهم وغيرهم لحد ما بيحس ان هو مسؤول عنهم، وبيرجع لباشنا تاني بعد ما حس ان الموضوع بقى كبير عليه، وبيلوم نفسه ان هو سمع كلامها ومشي في السكه دي. ومون بيدخل عليه بسرعه وبيطلب منهم ان هم يمشوا بسرعه، وأزاد بيعرفها تاني اللي هو هيمشي ومش هيكمل في اللي هو بدأ فيه، لكن بيصعب عليه الناس دي كلها اللي اتعشمت فيه، وبيقرر ان هو
يكمل في اللي بدأه، يمكن يقدر يساعدهم بحاجة. واللي بيتضايقوا أصحاب مصنع السكر وبيفضلوا يسخنوا في الداخلية علشان يقبضوا عليه، وفعلا بيجيله استدعاء إن هو يروح يقابل شخصية كبيرة في البلد. بس قبل ما يروح أزاد بيكون في ناس مستنيينه بره وعايزينه، ولما بيروح معاهم بيلاقي قميص على الأرض مليان دم، وبيعرفوا إن الشرطة قتلت صاحبهم في المكان ده، وكمان عايزين يهدوا الكلية ويبيعوا الأرض لرجل أعمال وينقلوا كل الطلبة اللي موجودين في الجامعات التانية. وطبعا ده هياخد وقت ومجهود واحنا ورانا دراسة وعايزين ننجح. ولما بيروح يقابل المسؤول وبيعرفوا ان هم معجبين بيه وعايزين ياخدوه معاهم في الحزب، وأزاد بينتهز الفرصة وبيطلب منه ان هم ما يهدوش الجامعة ويسيبوا الطلاب اللي بتدرس فيها زي ما هم. ولما بيحس ان هو مش هيقدر يعمل اللي بيقوله عليه بيسيبه ويمشي. وبعدها المسؤول بيفكر في كلام أزاد وبيتصل بصاحب الجريدة وبيعرفوا ان هم مش هيهدوا الجامعة زي ما أزاد طلب منهم بالظبط. كانت فرصة للجريدة ان هم ينشروا الخبر ده علشان الناس تثق في أزاد وتحبه اكتر. ولما أزاد حس ان هو بقى انسان ناجح راح لبشنة وشكرها ان هي ساعدته يوصل للمكان اللي هو فيه ده، وبياخدها وبينزلوا القرية علشان يعرفها على انجازاته، وبيعرفها ان هو بعلاقاته قدر ان هو ياخد موافقة ان هم يعملوا مدرسة كبيرة في القرية دي وهيتعلم فيها كل الناس والكبار قبل الصغيرين. وصاحب مصنع السكر بيتضايق اكتر، وده لان أزاد كلمته بقت مسموعة وان في ناس سابته من مصنع السكر بتاعه وراحت علشان تشتغل معاه، وبعلاقاته بيقدر ياخد قرار ازاله للمدرسه اللي أزاد بيبنيها. ولما بيبعتوا اللودر علشان يهدها اهل القريه كلهم بيقفوا قدامه علشان يحموا المدرسه، لكن قوات الشرطه بتنزل وبيمسكوا في بعض وبيقدروا ان هم يهدوها. وأزاد بيروح المستشفى وبيلاقي ناس كتير من اهل القريه اتصابوا، وبيحس ان هو مسؤول عن كل اللي حصل ده. وبشنة بتعرفه على اللي حصل من ورا ظهره وبتعرفه ان كل المسؤولين في مصنع السكر هم اللي عملوا فيك كده. ولما بيطلب منها انها تساعده يقف ضدهم بيلاقي واحدة تانية خالص هي اللي بتتكلم وبتقوله انت شكلك صدقت اللي انت فيه وانك فعلا بطل، وبتقوله انت اراجوز بتمثل تمثيلية انا الفتها وقدرت ان انا انجح فيها وخدت مقابل كويس من الجريدة اللي انا شغالة فيها. لكن أزاد بيعرفها ان هو بدأ الطريق وهيكمله للآخر، وان الناس دي كلها هتكون في رقبته وهيجيب لها حقها. وتاني يوم بينزل صاحب المصنع وبيقف في وسط اهل القرية وبيقول لهم ايه اللي انتوا عايزينه مني بالظبط. وأزاد بيطلب منه ان هو يرجع كل العمال اللي فصلهم من غير ذنب، وعلى طول بيرد على أزاد بالرفض وبيعرفوا ان هو مش هيرجع حد وبيسيبهم ويمشي. وتاني يوم بيعرفوا ان صاحب مصنع السكر عايز يجيب عمال من بره القرية دي، وانه رافض تماما يشغل اي حد من اهل القرية دي في المصنع بتاعه. وأزاد بيفضل يفكر في طريقة يجبره بيها ان هو يرجع العمال تاني المصنع غصب عنه، وبيقابل ناس من اللي بيصدروا قصب للمصنع ده وبيطلب منهم ان هم يتعاونوا مع بعض ويمنعوا القصب عن المصنع ده، ويعرفوا كل المزارعين والتجار ان هم يمنعوا عنه خط الانتاج، ولو ده حصل فعلا المصنع هيقف وهنجبره ان هو يرجع كل العمال للمصنع تاني. وبيظهر قدامه مشكلة تانية وهي مية الشرب، ومن شكلها ما كانش ينفع ان في اي انسان يشربها. وعلى طول أزاد بيروح للمسؤول وبيقول له المشكلة، والمسؤول بيعرفه ان المشاكل مش هتقدر تتحل مرة واحدة ولازم تمنع الاضراب اللي معمول عن مصنع السكر وبعدها هنبدأ نحل في مشاكلكم. وأزاد بيعرفهم ان هم كلهم مرتشين وبيمصوا دم الغلابة، والمسؤول بيتضايق منه وبيقول له اعرف انت بتتكلم مع مين، لكن أزاد ما بيهمهوش كلامه وبيفضل يشتم فيه. وتاني يوم صاحب المصنع بينزل يقف في وسط اهل القرية، وده طبعا لان الاضراب جاب معاهم نتيجة، واللي اتضر في الموضوع ده هو المصنع بتاعه، وبيعرفهم ان هو كان غلطان في حقهم وان هيرجع كل العمال تشتغل في المصنع تاني. بعدها بشنة بتتكلم مع صاحب الجريدة وبتعرف منه ان هو خلاص استكفى من أزاد وانه هيبيعه في اي وقت وهيدخل السجن. وبشنة بتروح لأزاد بعد ما حست بالندم على كل اللي هي عملته وبتعرفه على اللي بيدور حواليه وبتطلب منه ان هو يهرب ويسيب البلد، لكن أزاد ما بيخافش وبيروح لهم وبيكونوا كلهم قاعدين مع بعض وبيعرفوا ان هم يقولوا للناس انك مرتشي وانك بتمثل قدامهم انك بتساعدهم، لكن الحقيقة هو انك بتسرقهم. وعلى طول بيقوم مظاهرات في القرية وكل اهل القرية بتطلع وبيفضلوا يهتفوا كلهم ضد أزاد، لكن أزاد ما بيكونش خايف وما بيرضاش ان هو يسيب القرية ويهرب، وبيقف قدامهم وبكل شجاعة بيحكي لهم على كل اللي حصل وبيعرفهم ان هو مش أزاد ولا في حد اسمه أزاد اصلا، وبيتضايقوا من كلامه وبيحدفوه بالحجارة وبيعوروه، وبتحصل مظاهرات كبيرة وبتيجي الشرطة وبتقوم العركة بينهم. وعشان أزاد يكفر على الغلطة اللي هو عملها غصب عنه بيطلع في مكان عالي وبيقرر ان هو ينتحر، وقوات الشرطة بتحاول ان هي تهديه علشان ما ينتحرش، لكن أزاد ما بيهمهوش كل الكلام ده وبيرمي نفسه من فوق وبيموت. وبيكون مسجل فيديو ليه صوت وصورة بيفضح فيه كل الفساد اللي موجود في المدينة وبيقول فيه كل حاجة غلط بتحصل، وبيخلص الفيلم على كده. اللي كتب السكريبت ده ومنتج الفيلم شيماء جمال، أداء صوتي كريم عادل. يا ريت لو عجبك الفيديو تحط لايك، ولو أول مرة تتابعني تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يجيلك إشعار بأي فيديو جديد هنزله. وما تنسوش تعملوا فولو للإنستجرام ولايك لصفحتي على الفيس وتشتركوا في قناتي على تليجرام. يلا سلام.